السلام عليكم، حياكم الله شباب. الخلل اللي صار عند الأشخاص اللي اشتروا رصيد أو 29,000. اشتراك 29,000، أنا شرحت عليه المقطع السابق، قلت إنه هذا بس للبغداد. الاشتراك طلع بس مرة واحدة، يعني أول ما تشترك في المشروع الوطني تقدر تدفع الاشتراك ب29,000، بعدها ما لك حق تشترك بيه. يعني مرة واحدة. الأشخاص اللي اشتروه هذول يعني مشتركين مثلا في شهر قديم، شهرين ثلاثة، واجى اشترى ب29,000 فما صار عنده. فهسه شلون تجي انت على مود مثلا ما تظل 29,000 موجودة بالحساب تكملها على مود يعني تستخدمها؟ لازم سوبر كي، خدمات كي ما تحصلها لان ما يصير، بس عن طريق تطبيق سوبر كي. تجي هنا عندك هاي هنا خدمات كي تحصل بديجيتال زون. هذه ديجيتال زون تدخل عليها، عندك هنا فوق الكل اتصالات انترنت. انت تقدر تدخل على الانترنت او تدخل على الوطني. هاي جوا عندك هنا هاي خيارات الوطني، تعبئة رصيد، تعبئة الوطني. هنا تعبئة رصيد تدخل عليها، عندك هذني المبالغ اللي تقدر تشحنها لحسابك. تجي هنا انت عندك 29,000، على مود تكمله تخليه يعني المبلغ اللي بحسابك تسوي مثلا يعني اشتراك بال35 تشتري 7.5، او مثلا تشتري 10,000، تشتري 15، وعندك موجود لحد 45 ل100,000. هذه الموجودات لان تشتريهن. تجي هنا نقول مثلا ابو 7.5، تريد تكمل رصيدك، يعني بدال ما 29,000 موجودة تكملها، يبقى يزول عندك 1,500 اتوقع. صحيح 1,500 يبقى لك. تعطي هنا متابعة، راح يقول لك اريد رقم الحساب مالتك على مود يضيف لك شو اسمه الرصيد 7.5. رقم الحساب وين تلقاه؟ تطلع منه تروح على تطبيق الوطني، بعد ما تنزله وتكمله تطلع لك هاي الواجهة، ينطيك معلوماتك، تدخل على المزيد الجوا على اليسار. ايش عندنا هنا؟ عندنا هنا رقم الحساب، رصيد المحفظة 0، رقم الحساب جواها، تنطيه نسخ. تجي هنا ترجع، تجي هنا تدخل هذا الرمز. شو راح يقول لك؟ هذا رقم الحساب، تعطيه اشتري الآن. أنا حاليا ما عندي رصيد بالحساب مالتي، فهو من تشتري راح يقول لك تأكيد دفع، رصيد 0، ما عندي رصيد. فمن تشتري راح وين يدزه؟ يدزه لحسابك على الوطني. راح ينضاف لك هذا الرصيد هنا، عندك 29,000 ينضاف لها 7.5، راح يصير عندك 36.5. تجي هنا تعبئة المحفظة، أو هو موجود يعني، ثواني، بعدها ترجع تشترك يعني الاشتراك 35,000 على مود تكمل اشتراكك وتصرف الفلوس الموجودة بالحساب. سلامتكم.